السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا تشابتر 8 من كتاب جروبنج الجوريزمز. الكتاب بيتكلم عن الجريدي الجوريزمز. الجريدي الجوريزمز دي باختصار هي عباره عن طريقه حل مشاكل كلها بتعتمد على نفس المبدا. هنشوف الطرق دي بتشتغل ازاي والمبدا اللي هي ماشيه عليه قدام باذن الله. كالعاده انا معاكم اياد الشريف، انا اللي هشرح لكم الكتاب ده. والنهارده هنتكلم عن 4 نقط. اول نقطه هنشوف فيها بعض المسائل الصعبه اللي بنسميها incomplete problems. هنعرف المسائل دي ليه صعبه وهنشوف مميزات المسائل دي. بعد كده هنشوف الجريدي الجوريزم وهنشوف مبدأ عمل الجريدي الجوريزم وهنشوف الخطوات اللي نمشي عليها عشان نحل مسألة بطريقة جريدي. بعد كده هنرجع للمسائل اللي شفناها في اول جزئيه من المحاضره وهنحاول نجيب لها حلول ابروكسيمت او حلول تقريبيه باستخدام الجريدي الجوريزم، وهنعرف ليه جبنا لها حلول تقريبيه، ليه ما جبناش الحلول الصح بتاعتها فعلا. بعد كده هنشوف ازاي نقدر نتعرف على الام بي كومبليت بروبلم، ازاي اعرف لو المساله اللي قدامي دي عباره عن ام بي كومبليت بروبلم هحتاج اجيب لها حل ابروكسيمت باستخدام الجريدي الجوريزم، ولا هي مساله عاديه اقدر احلها بالطرق العاديه اللي انا شفتها قبل كده او اللي هشوفها قدام باذن الله. تعالوا كده نبدأ بالمسائل الصعبة اللي عندنا. احنا دلوقتي معانا 3 من اشهر المسائل اللي يعتبروا ام بي كومبليت في عالم الالجوريزم، اللي هم ايه؟ اللي هم السكادجولينج بروبلم والسيت كفرنج بروبلم والنابساك بروبلم. تعال نبدا بالسكادجولينج بروبلم. السكادجولينج بروبلم بكل بساطه بيقول لك ان انت معاك قاعه، وليكن مثلا قاعه محاضرات، ومعاك 5 محاضرات، كل محاضره ليها ايه؟ اسم ونهايه وبدايه، ميعاد نهايه وميعاد بدايه. تمام. انت المفروض منك انك تختار اكبر عدد من المحاضرات اللي ممكن تحطه في القاعه دي بحيث ان ما يحصلش اوفرلاب. يعني انت بتحاول تختار محاضرات من الجدول ده بحيث انك تغطي شرطين. اول شرط انك تشغل اكبر وقت ممكن من القاعه دي، ان القاعه تفضل شغاله اطول وقت ممكن، ده واحد. اتنين، ان ما يحصلش اوفرلاب. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش مثلا تبقى المحاضره هتخلص 10 ونص وفي محاضره ثانيه بتبدا الساعه 10، لان ده ما ينفعش، كده المحاضرتين هيدخلوا في بعض. دلوقتي انت عشان تيجي تحل المساله دي، انت دلوقتي قدامك 5 محاضرات، وعندك اختيار انك يا اما تاخد المحاضره يا اما ما تاخدهاش. فقدامك 5 محاضرات، كل محاضره عندها اختيارين، يا تاخدها يا ما تاخدهاش. فانت هتقعد تجرب كل الكومباينيشنز بتاعت المحاضرات دي بحيث انك تتاكد ان مفيش اوفرلاب. بعد كده تختار اكتر واحده بتملى لك وقت في الايه، في اليوم بتاعك او في قاعه المحاضرات بتاعتك. فانت معاك 5 محاضرات، كل محاضره ليها اختيارين، يعني انت عندك 2 في 2 في 2 في 2 في 2، يعني 2 في نفسها 5 مرات. تمام. ده عشان انت عندك مجرد 5 مواد او 5 محاضرات عايز ايه تشغلها في قاعه المحاضرات دي. طب لو انت عندك 10 هتبقى 2 في نفسها 10 مرات. طب لو انت عندك ان من المحاضرات هتبقى 2 باور ان. فكده المساله دي هيبقى حلها او الكومبلكسيتي بتاعتها ايه؟ اكسبوننشال. 2 باور حاجه دي اكسبوننشال زي ما قلنا في اول الكتاب. واحنا عارفين ان اي حاجه اكسبوننشال ما بتتحلش. هتسالني ما بتتحلش ليه؟ هقول لك بص كده معايا بكل بساطه. دلوقتي انت معاك 5 محاضرات، فانت هتحتاج تعمل كام كومباينيشن؟ 2 باور 5 اللي هم كام؟ 16. طب لو زودنا محاضره واحده بس كمان هتبقى 2 باور 6 اللي هي 32، اللي هو انت ضاعفت عدد الكومباينيشنز اللي هتحتاج تعملها عشان بس زودت محاضره واحده. طب لو خليناهم مثلا 10 محاضرات هتحتاج تعمل 2 باور 10 اللي هي 1024. فلاحظ ان الزياده في الكومباينيشنز اللي محتاج تعملها كل ما تزود المحاضرات كبير جدا. واحنا مهتمين بسرعه الالجوريزم لما يكون عدد الانبوت بتاعه كبير. فانت لاحظ ان لما الانبوت بتاعك يا دوبك صغير، يا دوبك 10 محاضرات، احتاجت تعمل 1024 كومباينيشن. فما بالك بقى لو كان عدد الكومباينيشنز بتاعتك اكتر من كده بكتير. هتلاحظ ان الكمبيوتيشن تايم بتاع المساله بقى بيكتر ويكتر ويكتر بسرعه كبيره جدا، لدرجه ان المساله مش هتاخد معاك ثواني ولا دقايق ولا ساعات، دي ممكن تقعد ايام وشهور بتحسب في افضل حل المساله دي. عشان كده المسائل دي بنسميها ام بي كومبليت، لانها ما تقدرش تحلها ان بولينوميال تايم. هي ام بي اختصار نون بولينوميال. فطبعا الحل العادي بتاعنا او اللي بنسميه الحل النايف بتاعنا مش هيقدر يحل لنا المساله دي في وقت كويس. فاحنا محتاجين نلاقي طريقه تانية تجيب لنا برضو حل للمساله دي، حل كويس للمساله دي في وقت اقل. فقبل ما نشوف الحل ده تعال نشوف مساله تانية. المساله دي اسمها ايه؟ اسمها مساله النبساك. نبساك يعني نبساك يعني شنطه. فالمساله بتقول لك ان انت بكل بساطه انت حرامي، تمام، معاك شنطه. الشنطه دي ليها حموله معينه. في المثال اللي في الكتاب كانت الشنطه دي حمولتها 35 باوند. فبيقول لك انت ما تقدرش تسرق اكتر من وزن الشنطه. فانت دلوقتي بتحاول تعمل ايه؟ بتحاول تماكسمايز الربح بتاعك، يعني بتحاول تحط حاجات في الشنطه على قد وزنها، بس المهم انها تكون الاكثر قيمه. يعني مش مهم تملى الشنطه، المهم ان الشنطه يبقى فيها الحاجات الاكثر قيمه اللي تقدر تاخدها. تمام. فانت في المساله في الكتاب بيقول لك انت قدامك 3 حاجات، اللي هو ايه؟ قدامك ستيريو اللي هو يعني كاسيت. الكاسيت ده وزنه 30 باوند وب 3000 دولار. تمام. وجنبيه لابتوب، اللابتوب ده وزنه 20 باوند وب 2000 دولار. وجنبيه جيتار، الجيتار وزنه 15 باوند وسعره 1500 دولار. دلوقتي انت محتاج تعرف انت تاخد ايه وما تاخدش ايه من الحاجات دي كلها. تمام. فانت دلوقتي معاك 3 حاجات، برضو كل حاجه ممكن يا اما انك تاخدها يا اما ما تاخدهاش. نفس فكره السكادجولينج بروبلم بالظبط، ان انت معاك 3 حاجات او عندك اكتر من حاجه عموما، كل حاجه يا تاخدها يا ما تاخدهاش. فانت هتعمل ايه؟ فانت برضو هتقعد تعمل كل الكومباينيشنز بحيث ان الكومباينيشن تحقق شرط من الاثنين، ان هو اولا تقدر تاخدها اصلا في النبسك بتاعتك، اللي هو ان وزن الحاجات ما يعديش الوزن المسموح به في النبسك. تاني حاجه ان البروفيت اللي انت هتطلع بيها من الحاجات دي تكون اعلى بروفيت ممكنه، دي الحاجه اللي انت ايه هتاخدها فعلا. تمام. فانت عشان انت عندك 3 حاجات بس
وكل حاجه ممكن يا تاخدها يا ما تاخدهاش، فانت هيبقى عندك 2 في 2 في 2 او 2 في نفسها 3 مرات، اللي هو 2 باور 3. تمام، ده عشان انت بس عندك 3 حاجات. طب لو فرضا ده حرامي بجد ودخل محل بجد، المحل مثلا هيبقى فيه 10000 حاجه، هتبقى 2 اس 10000. نفس المساله او نفس المشكله اللي حصلت معانا في السكادجولينج بروبلم، ان انت الكالكوليشنز هتقعد تزيد 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 لدرجه انك ما تقدرش تجيب حل كويس فعلا في وقت كويس. فنفس الفكره ان احنا محتاجين الجوريزم مختلف يجيب لنا حل افضل للمساله دي او للمشكله دي، اللي هو الجوريزم يحسب لنا ايه افضل حاجات نقدر نجيبها، ويحسب لنا الكومباينيشنز دي بس بشكل اسرع او بطريقه تانية مختلفه. تمام تمام. طيب تعالى بقى نشوف السيت كفرنج بروبلم. يعني ايه السيت كفرنج بروبلم؟ بيقول لك يا سيدي انت دلوقتي ايه، بدات برنامج اذاعي. تمام، بدات برنامج اذاعي وعايز بقى ايه تنشره في الاذاعه. تمام، فهو بيتكلم على امريكا، فامريكا فيها 50 ولايه. تمام، فطبعا مش كل المحطات الاذاعيه بتذيع في ال 50 ولايه، وانت عشان تحط برنامجك على محطه من المحطات الاذاعيه محتاج تدفع فلوس. فانت بتحاول تدور على المحطات الاذاعيه اللي بتذيع في اكبر عدد من الولايات، بحيث انك تغطي ال 50 ولايه الامريكيه، وفي نفس الوقت تدفع اقل عدد من الفلوس. فانت عايز اقل عدد من المحطات. تعمل كده ازاي؟ فلنفترض مثلا ان انت عندك 5 محطات بس. تمام، فانت هتشوف كل محطه بتغطي انهي عدد من الولايات. لو بصيت عليها في الرسمه كده زي ما انت شايف قدامك، هتلاحظ ان في اوفرلاب. يعني ايه؟ يعني مثلا هتلاقي ان محطه معينه بتغطي مجموعه ولايات، ومحطه تانية بتغطي مجموعه ولايات تانية بس بتغطي جزء من الولايات اللي بتغطيها المحطه الايه الاولانيه. دي مشكله، دي حاجه لوحدها اصلا. تاني حاجه بقى، انت بتحاول تدور على اقل عدد من محطات الاذاعه. هتعمل انت الحته دي ازاي؟ برضو هتجرب كل الكومباينيشنز، اللي هو هتشوف مثلا ان انا عندي كام محطه، سي ان احنا عندنا 5 محطات. هتجرب مثلا تاخد ايه، اول محطه بس، بعدين اول وتاني محطه، بعدين اول وتاني وتالت، بعدين اول وتاني وتالت ورابع. تمام، وهكذا. وفي نفس الوقت انت بتشوف ايه، انت بتشوف انت كل واحده من دول بتغطي انهي عدد من الولايات. فانت في الاخر هتعمل ايه؟ هتجيب اقل عدد من المحطات اللي بيغطي اكبر عدد من الولايات. برضه فيها نفس المشكله انها اكسبوننشال. هنا بقى في الحته دي الكتاب عامل لك جدول صغير كده بيوضح لك ليه الاكسبوننشال ده مشكله. فبيقول لك ايه، بيقول لك فلنفترض ان الكمبيوتر يقدر يعمل 10 عمليات في الثانيه. هو طبعا الكمبيوتر يقدر يعمل عمليات اكتر من كده في الثانيه يعني، بس بيقول لك فلنفترض ان هو يقدر يعمل 10 عمليات في الثانيه. فانت لو معاك 5 محطات بس بتدور ما بينهم، فانت يبقى عندك 2 باور 5، اللي هو كام؟ اللي هو 32 كومباينيشن محتاج تطلع الافضل ما بينهم. والكمبيوتر بيعمل 10 عمليات في الثانيه، المقارنه نعتبرها عمليه. فهو الكمبيوتر بيعمل 10 عمليات في الثانيه او 10 مقارنات في الثانيه، فانت عشان تقارن الكومباينيشنز بتاعت 5 محطات هتحتاج 3.2 ثانيه. طب ماشي كويس جدا. طب لو خليناهم 10 محطات، بدل 3.2 ثانيه بقوا 102.4 ثانيه. تمام، طب لو خليناهم 32 محطه، ده انت كده بتقارن في 2 اس 32 كومباينيشن. تمام، فده يحتاج منك 13.6 سنه عشان تقارن وتطلع افضل كومباينيشن من المحطات اللي عندك. فعشان كده بنقول لكم ان الاكسبوننشال مسائل ما تتحلش، مسائل صعبه، مسائل ما نقدرش نحلها بالحل العادي ده اللي بياخد مننا اكسبوننشال تايم. لازم نلاقي لها حل تاني افضل بياخد مننا وقت اقل من كده. وده ينقلنا للجزء الثاني من محاضرتنا، اللي هو ايه؟ اللي هو الجريدي الجوريزم. الجريدي الجوريزم زي ما قلت لكم هو طريقه حل مسائل. تمام، ماشي على مبدا معين. المبدا بتاعها ده خطوتين بالظبط، اللي هو ايه؟ اللي هو انك بيبقى عندك مجموعه حلول مفروضين قدامك، بتعمل ايه؟ بتختار الكرنت بيست سوليوشن. وهنعرف يعني ايه الكرنت بيست سوليوشن دلوقتي. تمام، الكرنت بيست سوليوشن ده يعني انت لو قدامك مجموعه حلول بتاخد افضل حل منهم دلوقتي، بغض النظر عن ده هيبقى تاثيره عليك ايه بعدين قدام. وبعد كده بما انك اخترت حاجه، فالايتمز اللي انت بتختار منها قال له واحد، فانت تعمل ايه؟ تروح مختار برضو الكرنت بيست سوليوشن تاني من الحبه حاجات اللي فاضلين، وتحطه على مين؟ على اللي انت اخترته اول مره. وبعد كده تاني وتالت ورابع وخامس وهكذا. تمام، ممكن نشرحها افضل بمثال. تعالى مثلا ناخد مثال السكادجولينج بروبلم. السكادجولينج بروبلم زي ما قلنا ان انا عندي مجموعه محاضرات ومعايا قاعه محاضرات. انا بحاول املى قاعه المحاضرات بمحاضرات بحيث ان انا اشغل اكتر وقت ممكن وما اعملش اوفرلاب. لو احنا فكرنا فيها بالطريقه العاديه، كنا قلنا ان احنا نحتاج نعمل كومباينيشنز ونختار افضل كومباينيشن بعد ما نقارن كل الكومباينيشنز. صح صح. طب تعالى نفكر فيها جريدي. بما ان انا معايا مجموعه محاضرات، ايه افضل حل ابدا بيه دلوقتي؟ افضل حل ابدا بيه هو ان انا اشوف اول محاضره بتبتدي. تمام، او ممكن نقول انها اول محاضره بتخلص، بحيث ان انا اخلص المحاضرات بسرعه. تمام، فشوف مين اول واحده بتخلص، هلاقي انها المحاضره دي، فاخدها الاول. بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده اجيب اول محاضره بتخلص من بعدها، هلاقي انها دي، اخدها احطها جنبها. بعد كده اجيب اول محاضره بتخلص بعدها، هلاقي انها دي، اخدها احطها جنبها. وكده انا فعلا شغلت اليوم كله وجبت محاضرات ما بتعملش اوفرلاب وحليت المساله. ولو جينا نبص على الكومبلكسيتي بتاعت الحل بتاعي، في حين ان الكومبلكسيتي بتاعت الحل النايف اللي هو الحل العادي كانت 2 باور ان، الحل ده ممكن يكون ان سكوير وممكن يقل عن ان سكوير حتى يوصل لان لوج ان. طبعا الكلام ده له اثباتات، بس اثباته خارج نطاق الكتاب ده، فممكن تشوفوا اثباته من على النت او من اي مصدر تاني عندكم.
هنشوف دلوقتي بقيه المسائل. فاضل لنا مسألتين اللي هم السيت كفرنج بروبلم والنابساك بروبلم. الفكره بس ان المسألتين دول مش هيبقوا بالسهوله او مش هيبقوا زي السكادجولينج بروبلم. ده ليه؟ ده لان لو جينا نجرب الحل النايف بتاعنا وجربنا الحل الجريدي بتاعنا على السكادجولينج بروبلم هنلاقي ان هو بيطلع نفس الحل بالظبط. ففي الحاله دي الجريدي قدر يطلع لنا حل صح، حل مظبوط، تمام. لكن في مساله النابساك وفي مساله السيت كفرنج بروبلم الجريدي الجوريزم ما تقدرش تطلع لنا حل مظبوط، هي بتطلع لنا حل ابروكسيميت، حل تقريبي. هتسالني ده ليه؟ هقول لك لان الجريدي الجوريزم لحد ما بسيط، فما يقدرش يطلع لنا حل مظبوط للمسائل اللي زي دي. هو له مسائل معينه يقدر يشتغل فيها بشكل كويس جدا، لكن المسائل دي بتبقى صعبه شويه لان فيها كومباينيشنز كتير، فبتحتاج تجرب كل الكومباينيشنز عشان تلاقي الحل الصح. ففي السيت كفرنج بروبلم والنابساك بروبلم الجريد الجوريزم هيطلع لنا حل ابروكسيميت او حل تقريبي، وهنشوف ازاي. تعالى مثلا نبدا بمساله الايه النابساك. مساله النابساك احنا قلنا عشان نحل مساله النابساك قلنا لازم نجرب كل الكومباينيشنز اللي موجوده عندنا، تمام. طيب ايه رايك اجيب لك حل تاني؟ انت دلوقتي معاك نابساك وبتحاول تسرق اكتر حاجه تجيب لك فلوس، فانا هقول لك ايه، هقول لك شوف الحاجات اللي عندك واختار اكتر حاجه تجيب لك فلوس بشرط انها تدخل في النابساك بتاعتك. الحاجه دي اللي احنا سميناها الكرنت بيست. ده اللي هو انا عملت ايه، انا شفت الايتمز اللي عندي كلها دلوقتي واخترت منهم اغلى حاجه اقدر ادخلها في الايه في الشنطه بتاعتي، فده الكرنت بيست. طب دلوقتي انا خدته اعمل ايه؟ اعيد نفس العمليه تاني طالما النابساك بتاعتي لسه فيها مكان، اروح ابص لبقيه الايتمز اختار الحاجه فيهم الاغلى فيهم اللي تقدر تدخل في الايه في النابساك بتاعتي. احنا لو عملنا كده على المثال اللي عندنا، احنا كان عندنا الاستيريو واللابتوب والجيتار. الاستيريو سعره 3000 ووزنه 30 باوند، اللابتوب سعره 2000 وزنه 20 باوند، الجيتار سعره 1500 وزنه 15 باوند. لو عملنا الالجوريزم ده او لو طبقنا الالجوريزم ده هتلاحظ ان احنا هناخد الاستيريو لان الاستيريو هو اغلى حاجه عندنا $3000، تمام، وزنه 30 باوند. لو خدناه مش هنقدر ناخد اي حاجه ثانيه بعده، ولا اللابتوب ولا الجيتار، فده هيبقى البيست سولوشن اللي الجريدي الجوريزم طلعته، تمام. لكن لو بالعقل كده بصيت هتلاحظ ان احنا لو خدنا اللابتوب زائد الجيتار اللي هم وزنهم 20 زائد 15 هنقدر اولا نحطهم في النابساك، ثانيا هيدونا سعر اغلى اللي هو 2000 زائد 1000 ونص هيبقوا 3000 ونص اغلى من ان ناخد الاستيريو، تمام. لكن الفكره ان الجريد الجوريزم ما تقدرش تطلع لنا حل زي ده لانها زي ما قلنا الجوريزم بسيط شويه. فالحل الجريدي الجوريزم طلعته لنا ده ان احنا ناخد الاستيريو ونمشي بيه اللي هو هيدينا ربح 3000، هيبقى ده الحل اللي احنا راسين عليه. وحتى هو اصلا في الكتاب مبررها لك بيقول لك انت واحد حرامي، انت مش محتاج تسرق اغلى حاجه او افضل حاجه في المكان، انت يكفيك ان انت تسرق حاجه بفلوس كتير. فانت يعني الحل ده هو حل تقريبي اي نعم، بس هو قريب كفايه للحل اللي انت ايه هتطلع بيه. فالحل ده ايه هيمشيك. فاحنا هنعديها دلوقتي لحد ما نشوف الشابتر الجاي ازاي فعلا نحل مساله زي دي ونحلها صح بطريقه ثانيه اسمها الدايناميك بروجرامينج. دلوقتي لو جينا بصينا على السيت كفرنج بروبلم هنلاحظ زي ما قلنا ان فيها نفس مشكله النابساك وانها بتوصل ل 2 باور ان وصعبه جدا، فاحنا عايزين نجيب لها ايه حل جريدي. حل جريدي يجيب لنا نتيجه كويسه الى حد ما، لكنها المهم انها ايه سريعه. فتعالى نشوف كده، انا دلوقتي عندي 50 ولايه انا عايز اغطيهم كلهم بمحطات راديو. فانا هعمل ايه؟ انا هعمل كده جدول صغير بتاعي. الجدول فيه ايه؟ الجدول فيه كل محطه راديو ومجموعه الولايات اللي بيغطيها، تمام. اكتب المحطه الاولى بتغطي دول، والمحطه الثانيه بتغطي دول، والمحطه الثالثه بتغطي دول، وهكذا وهكذا وهكذا. وبعدين اعمل ايه؟ اعمل لنفسي لسته من الولايات اللي انا عايز اغطيها، تمام، اللي هم المفروض يكونوا ال 50 ولايه الامريكيين. دلوقتي بقى ابدا اطبق الجريدي الجوريزم. الجريدي الجوريزم بيقول لي ايه؟ بيقول لي اختار الكرنت بيست سولوشن. ايه هو الكرنت بيست سولوشن؟ الكرنت بيست سولوشن في مساله زي دي هو المحطه الراديو اللي بتغطي اكبر عدد من الولايات اللي انا لسه ما غطيتهاش. فانا دلوقتي ما غطيتش اي حاجه، فانا هختار اكتر محطه راديو بتغطي ولايات واخدها معايا. بعد كده اشوف الولايات اللي هي خدتهم واشطبهم من عندي. فانا كده بعدل في لسته الايه الولايات بتاعتي. بعد كده اعمل ايه؟ ارجع لليسته المحطات تاني، اختار اكتر محطه بتغطي ولايات انا لسه ما غطيتهاش. بعد كده اعمل ايه؟ اشطبهم واخد المحطه وارجع اختار تاني، وهكذا وهكذا. ولما اخلص كل الولايات اللي عندي يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده الليسته اللي انا طلعت منها من المحطات دي هي بالنسبه للجريد الجوريزم هي اقل عدد من المحطات اللي انا محتاجه عشان اغطي امريكا كلها بايه؟ بالبرنامج الاذاعي بتاعي، تمام. طبعا الحل ده زي ما قلنا ما هواش ادق حل او افضل حل، لكنه حل كويس بما يكفي، والاهم من كده ان هو سريع، فبيطلع في وقت ايه سريع اسرع من النايف الجوريزم اللي احنا كنا شغالين بيه. النايف الجوريزم اللي احنا كنا شغالين بيه ده كان شغال اكسبوننشال يعني 2 باور ان. الجريد الجوريزم اللي احنا لسه عاملينه ده اللي بيطلع نتيجه كويسه الى حد ما شغال بسرعه كوادراتيك يعني ان باور 2. يعني لو جينا شفنا المنحنيات بتاعتهم كده على الجراف بتاعنا، ده منحنى الكوادراتيك وده منحنى الاكسبوننشال. هتلاحظ ان الكوادراتيك الكومبلكسيتي بتاعته اقل بكتير جدا من الاكسبوننشال، ودي فايده الجريد الجوريزم ان هو بيطلع لنا حل الى حد ما كويس جدا، وفي نفس الوقت بيطلع بسرعه كبيره جدا عن النايف الجوريزم. في الكتاب هو شارح الكود اللي هنحتاج نعمله عشان نعمل جريد الجوريزم للعمليه دي، بس هو مستعمل فيه حاجه اسمها السيتس. احنا لازم نشرح السيتس الاول قبل ما نبدا نشرح الايه الالجوريزم ده. السيتس دي عباره عن ايه؟ السيتس دي عباره عن مجموعه، تمام. مجموعه ممكن مثلا تمثلها كاري او كاي حاجه، المهم يعني انها مجموعه.
الفكره في المجموعه دي ان العنصر فيها ما بيتكررش اكتر من مره واحده. يعني زي ما انتم شايفين كده عندنا اري فيه 1 2 2 3 3 3، لو جينا حولناه لست هيتحول لست فيها 1 2 3، كل عنصر موجود مره واحده بس. الفكره في السيتس مش مجرد ان العناصر فيها ما بتتكررش، دي واحده من الحاجات. الفكره ان احنا ممكن نعمل شويه عمليات على السيتس. ممكن نعمل لها حاجه اسمها يونيون. يونيون ده اللي هو اتحاد، اللي هو ان انا اجيب ست اتحاد مع ست ثانيه، ده بيجمع لي الاثنين سيتس على بعض. تمام. ممكن نعمل حاجه اسمها انترسكشن. انترسكشن ده اللي هو التقاطع، اللي هو بيشوف لي الحاجات المشتركه ما بين الست دي والست دي، وتبقى هي دي نتيجه الايه العمليه دي. في حاجه ثانيه اللي هي الديفرنس. الديفرنس ده ان هو بجيب ست ديفرنس ست ثانيه، اللي هو بيشوف لي الحاجات اللي موجوده في الست الاولانيه ومش موجوده في الست الثانيه. طب انا هستعمل الحاجات دي في ايه؟ الفكره ان لسته الولايات اللي احنا هنستعملها معانا هتكون ست. ليه؟ عشان اضمن ان الولايه الواحده ما تتكررش اكتر من مره. وكذلك لسته الولايات اللي موجوده جنب كل محطه هتبقى برضو ست. ليه برضو؟ عشان نقدر نعمل عليهم الست اوبريشن زي اليونيون والانترسكشن والديفرنس وهكذا. فاحنا بكل بساطه هنعمل ايه؟ هنعمل الليسته بتاعتنا هنسميها ستيتس نيد، هتبقى فيها لسته الولايات اللي احنا محتاجينها. تمام. بعد كده نعمل ديكشنري نحط فيه المحطات، وقصاد كل محطه في ست فيها المحطات اللي دي بتغطيها. تمام. وبعد كده هنعمل حاجه اسمها الفاينل ستيشن. الفاينل ستيشن دي هتبقى ست فيها الستيشنز او المحطات اللي احنا اخترناها عشان ما ناخدش نفس المحطه اكتر من مره. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنقعد نلوب على المحطات اللي عندي، هشوف كل محطه بتغطي ايه. طب انا هعرف ده منين؟ هعرفه ان انا هجيب لستة الولايات اللي المحطه دي بتغطيها، اعمل لها انترسكشن مع لستة الولايات بتاعتي انا نفسها، فهيطلع لي لسته ثانيه فيها الحاجات المشتركه ما بينهم. فانا هشوف طول الليسته دي، والمحطه اللي ترجع لي اطول لسته تبقى هي دي احسن ستيشن اخدها، فهاخدها معايا. وبعد كده اعمل ايه؟ بعد كده اطلعها من الليسته، من لسته المحطات او من ديكشنري المحطات. وبعد كده اطلع الولايات اللي انا خدتها من الست بتاعه الولايات الكبيره اللي انا حاططها عندي. هطلعها ازاي؟ هطلعها ان انا هجيب الست الكبيره دي اللي فيها الولايات كلها اللي انا محتاجها، هاخد الديفرنس ما بينها وما بين الست بتاعه الولايات اللي انا غطيتها فعلا، في اي حاجه مشتركه ما بينهم هتتشال، واحط الكلام ده في الايه، في الفاريبل بتاعي اللي اسمه ستيتس نيدد، واقعد اعمل الكلام ده لحد اما ستيتس نيدد ده يفضى. طالما ستيتس نيدد ده فضي، معناه ان انا عملت ايه؟ معناه ان انا غطيت كل الولايات اللي انا محتاجها. وفي الاخر هيبقى عندي لسته اسمها فاينل ستيشنز، دي فيها الستيشنز كلها او المحطات كلها اللي انا خدتها اللي بتغطي لي كل الولايات بتاعتي. كده نقدر نقول ان احنا حلينا المساله وحلناها باستخدام جريدي الجوريزم. والجريدي الجوريزم ده بيشتغل في كومبلكسيتي ان سكوير. طبعا مش محتاجين نقول فرق السرعه الرهيب ما بين الجوريزم شغال 2 باور ان او ان فاكتوريال والجوريزم تاني شغال ان سكوير، هتلاقي فرق رهيب جدا في السرعه. حتى الفرق ده يعني انتوا مش متخيلين ان الفرق ده انت تقدر تلاحظه لو انت معاك برنامجين، واحد فيهم شغال ان سكوير والتاني شغال على ان فاكتوريال او 2 باور ان. لو واحد فيهم مثلا اديته انبوت 30، ان الان دي خليتها 30، شوف واحد هيطلع لك نتيجه في ثواني، وواحد هيقعد مثلا ربع ساعه بيطلع نتيجه. ربع ساعه ده بجد. فدلوقتي كده خلصنا الجزئيه دي، نقدر دلوقتي ندخل على اخر جزئيه عندنا في المحاضره اللي هي ازاي نعرف الام بي كومبليت بروبلمز. في كاركترستكس كتير بتحدد الام بي كومبليت بروبلمز. ممكن مثلا نبدا بمساله السيت كفرنج بروبلم. هتلاحظ ان احنا عشان نعرف ايه هي مجموعه المحطات اللي بتغطي الولايات المتحده الامريكيه كلها، احتاجنا نجرب كل الكومباينيشنز بتاعت المحطات، اللي هو نمسك مثلا محطه 1 2 3 4، بعدين 1 2 3 4 5، بعدين 1 3 4 5، وهكذا نجرب كل الكومباينيشنز. فدي بتبقى واحده من الكاركترستكس اللي بتميز الام بي كومبليت بروبلم، انك محتاج تجرب كل حاجه. لو رجعنا مثلا لشابتر 1 هنلاقي فيه مساله اسمها الايه، الترافلنج سيلز بيرسون. في المساله دي كان عندنا واحد بياع عايز يعدي على 5 مدن باقصر طريق ممكن، فاحنا محتاجين نلاقي له اقصر طريق ما بين الايه الخمس مدن. فمش عارفين هل نبدا باول مدينه ولا تاني مدينه ولا ثالث مدينه ولا رابع مدينه ولا خامس مدينه، ومن كل مدينه نروح فين وهكذا. فاحنا هنا ما قدامناش حل غير ان احنا نجرب كل الطرق. فلاحظ اهو نفس الكلمه، نجرب كل الطرق، فدي برضو بتبقى ايه، ام بي كومبليت بروبلم. وعشان نثبت كده تعالى نجرب نمشيها ايه، خطوه خطوه. تعالى مثلا تخيل بدل ما احنا عندنا 5 مدن، تعالى تخيل ان احنا عندنا ايه، مدينه واحده. لو عندنا مدينه واحده فهيبقى عندنا كام طريق؟ هيبقى عندنا طريق واحد، صح؟ مدينه بدايه واحده وطريق واحد، فهو كده خلاص واحد. طيب لو عندنا زودنا كمان مدينه، بقى عندنا مدينتين، فبقى عندنا ممكن نبدا من المدينه الاولى او المدينه الثانيه، بس عندنا كام طريق؟ عندنا ستيل طريق واحد، اللي هو ايه، اللي هو لو انا هبدا من الاولى هروح للثانيه، لو انا هبدا من الثانيه هروح للاولى. طب تعالى نزود كمان مدينه، بقى عندنا 3 مدن، فبقيت اقدر ابدا من يا اما المدينه الاولى او الثانيه او الثالثه. وبما ان انا عندي 3 مدن، فبالتالي عندي ايه، طريقين، هبدا من الاولى هروح من الاولى للثانيه، ومن الثانيه للثالثه، او من الاولى للثالثه ومن الثالثه للثانيه. طب لو بدات من الثانيه هروح من 2 ل1، من 1 ل3، او من 2 ل3 من 3 ل1. تمام. لو بدات من 3 هروح من 3 ل1 ومن 1 ل2، او من 3 ل2 ومن 2 ل1. تمام. نعم. طيب لو عندنا 4 مدن، لاحظ ان لو عندنا 4 مدن، تعالى كده نثبت مدينه بدايه. لو خدنا مدينه واحد هي مدينه بدايه، هيفضل لي كام مدينه؟ هيفضل لي 3 مدن.
انا عارف من شويه ان انا لو عندي 3 مدن، فانا عارف ان الثلاث مدن دول ليهم 6 كومباينيشنز، اللي هو ان انا اثبت ايه المدينه الاولى ويبقى عندي ايه خطوتين، او اثبت الثانيه وكده خطوتين، او اثبت الثالثه وخطوتين، يبقى انا عندي ما بين 3 مدن 6 كومباينيشنز. فلو كان عندي 4 مدن وثبت فيهم مدينه، فانا ستيل عندي ما بين الثلاث مدن اللي فاضلين 6 كومباينيشنز. طب انا ثبت مدينه، مش انا ممكن اثبت المدينه الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه؟ فانا عندي 4 احتمالات للمدينه اللي اثبتها، وكده كده هيبقى فاضل 3 مدن ما بينهم 6 كومباينيشن. فمجموع الكومباينيشنز اللي اقدر اعملهم على 4 مدن عباره عن كام مدينه اقدر ابدا بيها، او كام مدينه اقدر اثبتها اللي هم 4، مضروبا في عدد الاحتمالات للمدن اللي فاضله اللي هم 3. فايه عدد احتمالات المدن اللي فاضله اللي هم الثلاث مدن هيبقى 6 في 4 في 6 بكام؟ ب 24 احتمال. تمام. طب لو خليناهم 5 مدن، نفس الفكره، هنثبت واحده يفضل لي كام؟ 4 مدن. فانا اقدر اثبت كام مدينه؟ اقدر اثبت 5 مدن، تمام، مضروبا في عدد الاحتمالات للايه؟ لعدد المدن اللي فاضل اللي هو ايه؟ 4. ف5 في عدد الاحتمالات 4 مدن كان كام؟ كان 24. ف5 في 24 بكام؟ ب 120. وفي عندنا كده ايه رسمه بتوضح الكلام ده في الكتاب، بتقول لك اهو، بتقول لك لو انا عندي مدينه واحده يبقى عندي سكه واحده. طب لو عندي مدينتين يبقى عندي مدينتين بدايه وسكه واحده، يبقى انا عندي 2 توتال راوتس. طب لو عندي 3 مدن يبقى انا عندي 3 مدن بدايه اقدر اثبتهم، وطريقين ما بين المدن اللي فاضله، فيبقى عندي 2 في 3 بكام؟ ب 6. طب لو عندي 4 مدن اقدر اثبت اي واحده من الاربعه، وعندي 6 راوتس ما بين الباقي، فيبقى 4 في 6 ب 24، وفي الخمسه 5 في 24 ب 120، وفي 6 هيبقى 6 في 120 ب 720، وهكذا وهكذا. لو حد فيكم عارف ماث يعني، فاكيد عدى عليه السيكونس ده اللي هو 1 2 6 24 120 720. السيكونس ده اللي هو ايه؟ اللي هو سيكونس الفاكتوريال، اللي هو فاكتوريال العدد، اللي هو فاكتوريال الواحد بواحد، فاكتوريال الاثنين باثنين، فاكتوريال الثلاثه بسته، فاكتوريال الاربعه 24، فاكتوريال الخمسه 120، فاكتوريال السته ب 720، وهكذا وهكذا. فنقدر نقول ان الالجوريزم ده ماشي كومبلكسيتي بتاعته كام؟ ان فاكتوريال. تمام. ده معناه ان احنا مثلا لو كان عندنا 10 مدن، فاحنا هيبقى عندنا كام كومباينيشن؟ تخيل كده، هيبقى عندنا فوق ال 3 مليون ونص كومباينيشن. وعشان نلاقي اقصر طريق ما بين ال 10 مدن دول محتاجين نجرب ال 3 مليون ونص كومباينيشنز كلهم عشان نجيب ايه؟ اقصر طريق ما بينهم. تمام. فدي برضو واحده من مزايا الايه؟ الام بي كومبليت بروبلمز، انها في الاول بتبدا بانبوت صغير جدا. تمام. لو الانبوت بتاعك صغير اللي هو مثلا 1 2 3، هتلاحظ ان الكالكوليشنز اللي انت محتاج تعملها قليله. لكن لما الانبوت يبدا يكبر هتلاحظ ان الكالكوليشنز بتعلى بشكل صعب جدا، يعني غالبا يا اما بتبقى فاكتوريال يا اما بتبقى اكسبوننشال اللي هي 2 باور ان. تمام. طب بما ان المساله دي ام بي كومبليت، هل نقدر نجيب لها حل جريدي؟ تعالى كده ممكن نفكر فيها. طيب احنا عندنا كام مدينه؟ فنفترض ان احنا عندنا نفس الخمس مدن اهو، عايزين نجيب لها حل جريدي، اللي هو ان انا عايز ابدا من مدينه فيهم وامشي على المدن دي كلها باقصر طريق ممكن. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ تعالى مثلا نبدا بمدينه عشوائيه، نبدا نختار اي مدينه عشوائيه. تعالى نبدا بمدينه واحد. تمام. ايه احسن حاجه ممكن اعملها من مدينه واحد؟ ان انا اجيب اقرب مدينه ليها. تمام. فانا همشي مدينه واحد لاقرب مدينه ليها اللي هي مثلا مدينه 2، ومن مدينه 2 عايز اوصل لاقرب مدينه ليها اللي هي هتبقى مدينه 5، ومن مدينه 5 عايز اوصل لاقرب مدينه ليها اللي هي مدينه 4، مدينه 4 اقرب مدينه ليها اللي هي 3. فلاحظ الراوت ده هو ده الحل اللي طلعته لي الجريدي الجوريزم. لو جينا نحسبه كده هنلاحظ ان هو فعلا طريق قصير، هو مش اقصر طريق ممكن لكنه قصير ما فيه الكفايه. والاهم من ان هو قصير ان هو طلع لي في وقت قليل، فهو حل افيشنت، اقل بكتير من الوقت اللي هيطلع لي فيه الحل بتاع الجوريزم مثلا شغال ان فاكتوريال او 2 باور ان. تمام كده. طيب احنا ممكن نشوف مثلا بقيه الحاجات اللي بتحدد لو المساله دي ام بي كومبليت او لا. حاجات مثلا زي ايه؟ زي ان المساله مثلا زي ما شفنا من شويه بترن على انبوت صغير بترن بسرعه، وعلى انبوت كبير بترن ببطء جدا جدا جدا. حاجه كمان زي مثلا لو هي محتاجه ان انا تجرب كل الكومباينيشنز، او انها تجرب كل الحلول الممكنه او كل الاشكال الممكنه اللي ممكن اطلعها. تمام. لو المساله فيها سيتس زي مثلا زي السيت كفرنج بروبلم، ان انا معايا مجموعه حاجات بتغطي شويه حاجات، ومجموعه حاجات ثانيه بتغطي شويه حاجات ثانيه، ومحتاج اشوف الحاجات اللي بتغطي لي اكبر مجموعه من الحاجات دي في اقل عدد، فدي غالبا ام بي كومبليت. لو المساله فيها سيكونس زي مجموعه حاجات لازم امشيها بالترتيب، زي مثلا زي الترافلنج سيلزمان بروبلم، فدي برضو غالبا بتكون ام بي كومبليت بروبلم. تمام. ومعظم المسائل او في مسائل كتير ممكن مثلا يبان شكلها انها مساله عاديه او مساله مختلفه، لكن لو انا ركزت فيها قوي هتلاحظ ان هي يا اما ترافلنج سيلز بيرسون يا اما سيت كفرنج بروبلم. فلو المساله بتاعتي اقدر احولها لترافلنج سيلز بيرسون او سيت كفرنج بروبلم او في انواع ثانيه من المسائل، هتلاحظ انها ايه؟ ام بي كومبليت برضو. وبس كده نكون خلصنا شابتر 8 اللي بيتكلم عن الجريدي الجوريزمز. عرفنا ايه هو الجريدي الجوريزم، وعرفنا ليه بنستعمل الجريدي الجوريزم، وشفنا امثله على المسائل العاديه اللي بتتحل بالجريدي الجوريزم، وشفنا مثال على الام بي كومبليت بروبلم اللي ما بنحلهاش بالجريدي الجوريزم بس بنجيب لها حل ابروكسيميت قريب جدا جدا من الحل الاصلي، لكن الفكره ان هو بيطلع في وقت اسرع بكتير من الحل الاصلي.
تمام. باذن الله المره الجايه هيبقى معانا شابتر 9 اللي بيتكلم عن الدايناميك بروجرامنج، ودي طريقه ثانيه لحل المسائل غير الطرق اللي شفناها قبل كده. بس المره دي بقى ان دي بتطلع الحل الاكزاكت بتاع المساله. هي اي نعم ممكن المساله تكون بتاخد وقت طويل جدا، بس مع الدايناميك بروجرامنج نحلها بشكل اسرع بكتير ونجيب الحل الاكزاكت بتاعها كمان. اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامه.